سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم جبت لكم واحد التحلية قراف بنينة لازم تسجلوها لرمضان 2026 اذا كنا من الاحياء باذن الله. التحلية هذه بزاف بنينة، بدون كريمة سائلة، بدون كريمة شانتيي، في نص ساعة وانتي حضرتيها، وزيد بنينة بزاف، يعني راح تبهري عائلتك بها. غير ديري جيم للفيديو واحتفظي به على خاطر راح تحتاجيه ان شاء الله. نبداو بالصلاة والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. ونجيبو هنايا اناء نحطو فيه 200 غرام تاع كاطو، اي بسكوي كان عندكم رحيوه، بيمو، ماكسون. هنايا زدت الفايتين وزدت شويه تاع الكنافه باش تجينا الطبقه الاولى مقرمشه، وزدت هنايا ملعقه تاع الكاكاو اختياري، انا حبيتها تجيني الطبقه الاولى بنتها بنه الشوكولا. زدت لها هنايا حوالي 90 غرام تاع زبده ذائبه وخلطتهم، وهذا هو القوام اللي راح نتحصلوا عليه. كل فيرين نحطوا فيها 4 ملاعق صغيرة من هذاك البسكويت بهذه الطريقة كما راكم تلاحظوا. بعدها نجيبوا حاجة كما انا جبت هذا المهراس الخشبي ورصيت به الطبقة الاولى. بعد ما نكملوا نرصوا الطبقة الاولى راح ندخلوهم للثلاجة باش تبرد لي وتتماسك لي مليح. بعدها نروحوا نحضروا الكريمه تاعنا اللي فيها 2 ملاعق كبار تاع الكاكاو، 2 ملاعق كبار تاع النشاء، وملعقه واحده تاع السكر. ما حبيتش نكثر فيها السكر على خاطر الفلون فيه السكر. عندي هنايا 3 ملاعق كبار تاع الفلون بذوق الشوكولا، وهنايا عندي نصف لتر حليب. حطيت شويه من الحليب وخلطت مليح حتى نمتزجوا لي هذوك المكونات تاعي مليح. نحيت هذوك الحبيبات بهذه الطريقه. بعد ما نخلطها مليح نكملوا بقيه الحليب تاعنا. عندنا هنايا نصف لتر حليب، نحطوهم فوق النار ونخلطوه حتى نتعقد لي الكريمه تاعي مليح. هنايا ضفت لها 100 غرام شوكولا سوداء، لازم الشوكولا السوداء باش الكريمه تاعكم ما تجيش حلوه بزاف. نخلطوا مليح الكريمه تاعنا، بعدها نزيدوا ملعقه كبيره تاع المارغرين اللي راح تعطي بنه للكريمه تاعكم. بعدها نخلطوها مليح ونخليوها تبرد. من جهه اخرى نجيبو هنايا ليفيرين تاوعنا اللي كانوا بردوا مليح في الثلاجه، ونجيبو هنايا 2 حبات تاع البنان قطعتهم الى دوائر صغيره بهذا الشكل. نبداو نعمرو هكا بهذه الطريقه. ونجيبو هنايا توفيا كراميل اللي كنت حطيتها في باش هكا، وبديت نشكل بها خطوط بهذا الشكل. نعمرو مليح ليفيرين تاوعنا بهذه الطريقه. هنايا اذا كان عندكم شويه مكسرات جوز ولا لوز تقدروا تزيدوهم في الطبقه هذه، ولا كان ما عندكمش نورمال هكا ثاني وتجي بنينه بزاف بزاف. بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا حمرتهم كامل بالتوفيا كراميل، وجبت الكريمه تاعي بعد ما بردت لي. شوفوا كيفاه لونها بزاف هايل وبنتها ثاني بزاف بنينه. نبداو نعمرو بهذه الطريقه حتى وين نعمروهم كامل. البنات ما تنساوش ديروا لي لايك، لازم ديروا لي لايك لهذا الفيديو بالذات على خاطر التحليه هذه تستاهل مليون مشاهده. ثاني ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع صحاباتكم، وما تنساوش تدعموني في الانستغرام تاعي. واللي ما عندهاش قناة في اليوتيوب تفتحها باش تقدر دير لي اللايك، على خاطر بزاف منهم عندهم يتفرجوا في اليوتيوب بصح ما عندهمش كونت. افتحوا لي كونت باش تقدروا تخليوا لي تعليقاتكم وتخليوا لي جيم للوصفة وتدعموني مليح مليح، لازم تدعموني. كما راكم تلاحظوا البنات هنايا زينت بشرائح تاع الموز وشويه تاع الشوكولا اللي كنت قطعتها رقيق، وثاني شويه تاع اللوز اللي كنت قطعته. هنايا المكسرات راح يزيدوا لكم بنه وفائده للتحليه تاعكم.
زدت زينت هكا بخطوط تاع التوفيا كراميل بهذه الطريقه. صدقوني التحليه هذه بزاف بنينه، يعني جربوها وعلى ضمانتي، وبزاف راقيه. ثاني تقدروا ديروها لسهراتكم، ديروها في رمضان اذا حيانا ربي ان شاء الله. هذا هو التزيين الاخير للبنات. شوفوا لي جمال التحليه تاعي. نخليوها تبرد مليح مليح من بعد نقدموها. وصلنا الآن لنهاية الفيديو، نتمنى تكون عجبتكم التحلية. إن شاء الله تكونوا كامل استفدتوا من هذا الفيديو، إن شاء الله تجربوها. وصلنا الآن لنهاية الفيديو، نتمنى تكون عجبتكم الوصفة تاع نهار اليوم. نتلاقوا في عدد آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، تبقوا على خير، بسلامة.